ونقول اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى أصحابه أجمعين. النهاردة عملنا أكلة، جبت فرخ وبعته شويته، وهما بقى بيجيبوهولي بتقطع كده 4 نوايا، الصدرين لوحدهم والوركين لوحدهم، والكبدة والقنصة بتاع الفرخة بيشويها برضك ويحطوها لي برضك معاها. طبعا بقى نقطع خيار، خيارية كده اقطعها شرايح، وجبت 3 طماطمات برضك اقطعهم شرايح. كنت النهارده كنت تعبانه قوي يا بنات، فقلت اقضيها بقى كده النهارده. كنت جايبه فرخه قبلها بيوم فبعته شويته، وقلت بقى انا هعمله كده وعيش وخيار وطماطم، اكله بسيطه وسريعه ومش هتاخد وقت. الفرخه هيجي مشوي والخياره بس هنقطعها وطماطمتين، وعندي علبه طحينه. انا جبت بوله ازاز، هجيب علبة الطحينة اللي هي البوادي، بنزلها بحالها كده، دي عاملة 27 جنيه في الحدود دي. نزلتها كلها كده واخففها بمية واحط لها رشة ملح، وساعات بحط لها عصرة ليمونة، وساعات بحط لها نقطة خل وفصين توم. فالصراحة انا كنت مستعجلة، حطيت لها رشة ملح بسيطة وجبت كوباية مية وبدأت اخففها كده بالمية. ونحاول يا بنات ما نحطش المية كلها مرة واحدة عشان ما تطلعش خفيفة معانا، كل ما تقلبي وتشوفي القوام تقيل حطي نطرة صغيرة. حسيتي ان هو لسه تقيل حطي برضو نطرة صغيرة، لكن كبي الكوباية بحالها هتبقى خفيفة منك مية كده، ما مش هيبقى لها معنى خالص. هنا بقى حطيت رشة ملح، وهنا بدوبها. الصراحة لو كان الكاتل كان شغال وكان في مية دافية وكده كنت حطيت مية دافية هيفكها على طول، بس المية الدافية اللي بتنعمها، المية الساقعة بتخليها يعني ايه قوامها عادي، المية الدافية بتنعم الطحينة زيادة عن اللزوم. هنا جبت طبق وقلت هحط رغيفين عيش بقى كده ابيض، جايباه من المحل. كان العيش اللي عندي بتاع الفرن كان خلص وما كانش عندي، فبعت جبت ايه كام كيس يعني كيسين كده عيش ابيض، العيال بيحبوه برضك وتغيير. ودي الأكلة بتاعتنا بسيطة النهاردة يا بنات، حبيت أشارككم بها. وكده الفيديو يكون خلص، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.